الرحيم. اهلا وسهلا بحضراتكم مجددا. النهارده هعمل لكم الشوكليت كيك، كيكه الشوكولاته. انا كان عندي 3 بيضات ضربتهم كويس قوي في الفانيليا، ونراعي ان الضرب يبقى لمده 5 دقايق. عندي كوبايه سكر هحطها على نص كوب من الزيت او السمنه. طبعا انا هنا حطيت في نفس البوله اللي هي كانت مطرح البيض، وهنضربهم كويس قوي لحد ما قوامهم يبقى ابيض وكريمي. هنضيفه على البيض بتاعنا. هنا ضفت القليل من اللبن نفس البوله مطرح الزيت والسكر، وهنضيف عليها معلقه كبيره كاكاو خام، وهنقلبه فيها. وضفت زبادي وهقلب، وهدلق الخليط بتاعي على خليط البيض والسكر والزيت، واضربهم تاني كويس جدا. في المرحلة دي ببتدي اضيف الدقيق بالتدريج عليه معلقة بيكنج باودر، وغالبا ما بيكون كوبايتين دقيق. طبعا بحاول اضيف الدقيق بالتدريج علشان لو ما احتاجناش كل الكمية، عشان الخليط ما يتقلش قوي معايا. وده قوام الكيكة المطلوب. المرحلة دي بنلم بالسباتولا بتاعتنا، وبيكون عندي صينية مدهونة. انا هنا حطيت لها ورقة زبدة ودهنتها بقليل من الزبدة، وهبتدي ادلق فيها الخليط بتاعي. الكيكه بتاعتي بقت جاهزه. هدخلها الفرن على فرن ساخن مسبقا على درجه حراره 180 درجه مئويه او 355 فهرنهايت. وطبعا الصينيه زي ما حضراتكم شايفين كانت مدهونه. في الرف اللي في النص انا عندي علبه قشطه هدوبها مع اي شوكولاته عندي. انا هنا عندي الشوكولات شيبس هحطها عليها. دلقت علبه القشطه هحط عليها شوكولات شيبس، وهسيحها في الميكرويف لغايه ما يندمجوا مع بعض. اهو صوص الشوكولاته خرج، يبقى بالقوام ده. لو حابين تحطوا له قليل من الويبنج كريم او ممكن معلقتين زبده برضو مش مشكله عشان يبقى ريتش اكتر، لكن هو كده حلو قوي. شوف الكيكه بتاعتنا بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. نحاول نتشكها بخلة اهي. الكيكه بتاعتنا ممتازه قوي، القوام بتاعها حلو جدا. نحاول بقى نقلبها. فضيت الكيكه بتاعتي اهي من القالب، هبتدي احطها علشان ازينها. قسمت الكيكه نصين اهو، وهبتدي ادهنها من النص كريمه. على فكره هي مش محتاجه كمان تدهن، ولكن للي حابب، لان زي ما حضراتكم شايفين
الشوكليت شيبس اللي انا حطيته فيها خلاها حتى مش محتاجه ان هي تتسقي، فظيعه جدا يعني، ممكن تتاكل كده. بس انا كنت حابه اني اعملها، هحشيها من النص، قلبت النص التاني عليها او زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي ادهنه برضو. انا هنا هدهن الجوانب بس، مش هدهن الوش، لان الوش هحط له صوص الشوكولاته اللي احنا عملناه مع بعض اهو. ابتدي ادهن الحروف. ودلوقتي نقطع الكيكه بتاعتنا اللي عملناها مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. مش قادرة اقول لكم تحفة قد ايه.